السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم غادي نقدم لكم مملحات كيجيو بنان وساهلين في التحضير. عندنا هنايا 125 غرام ديال الزبده، وعندنا معلقه صغيره ديال المطارد، وكنخلطو مزيان تيتخلط لينا الخليط مزيان يولي كريمي. كنزيدو عليهم 2 ديال الفرماجات وواحد كنور بالمذاق ديال الحوت باش كتعطينا داك المذاق كيجيو زوينين. كنخلطو الكل مزيان تيولي لنا كريمي على هذا الشكل كيف ما موضح في الفيديو. عندنا 2 البيضات، عندنا هنايا العطريه، عندنا تما البزار وشويه ديال التحميره، شويه ديال الملحه وشويه ديال السكينجبير، وكنضيفوا الكل كيف ما شفتوا على هذا الشكل. وكنخلطوا مزيان كذلك، كنخلطوا تتخلط لينا الخليط مزيان. كنزيدوا عليه كاس ديال الحليب عادي، وكنزيدوا كاس لاروب ديال زيت بلديه. عندنا هنايا واحد معلقه صغيره ديال الزعتر، وكذلك كنخلطوا الخليط مزيان تيتجانس لينا الخليط على هذا الشكل كيف ما موضح لكم في الفيديو بحال هكا كيف ما كتشوفوا. عندي هنايا الطحين اللي مغربل، وكنبقى نضيف شويه بشويه حتى يتجمع لينا الخليط كيف ما كتلاحظوا. كنخلط شويه بشويه، كنزيد الطحين، كنخلط ونزيد الطحين كيف ما شفتوا حتى جمعت الخليط على هذا الشكل هذا. من بعد ما جمعت هذا الخليط غادي نقسموه على 3 ديال الكويرات. هذوك 3 ديال الكويرات، وحده غادي نكها بالحار، والاخرين كيف ما شفتوا الشكل الاول. عندي هنايا الحار بودره، عندي هنايا البافو للتزيين، هنايا الزعتر حتى هو كذلك للتنسيم، وعندي هنايا الصوجه صلصه الصوجه، وعندي هنايا زريعه الكتان والزنجلان البيض والمطارد. بالنسبه لديك الكره الاولى كنطلقوها على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا موضح لكم في الفيديو بحال هكا. طلقناها مزيان على هذا الشكل هذا، وكنطلقوها على ورق ديال الفران باش كتساعدنا وكتسهل علينا المهمه. عندي هنايا واحد معلقه صغيره ديال المطارد مع واحد المعلقه صغيره ديال الزعتر، وكنزيد عليها معلقه صغيره ديال المطارد، عفوا معلقه صغيره ديال صلصه الصوجه، ومعلقه صغيره ديال المطارد، ومعلقه صغيره ديال الزعتر. وكنخلطوا الكل مزيان حتى يتجانس لينا الخليط مع واحد البيضه كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. كنستمروا في التحريك حتى كيتجانس لينا الخليط مزيان، وداك الخليط هو اللي غندهنوا به الوجه ديال العجينه ديالنا بحال هكا على هذا الشكل هذا. كنستمروا بحال هكا كيف ما كتشوفوا، كندهنوا الوجه كامل ديال العجينه بحال هذا الشكل هكا. كيف ما شفتوا على هذا الشكل هذا. وغادا نزين الوجه ديالها بالزنجلان البيض وزريعه الكتان. هانتوما كتشوفوا الزنجلان البيض مخلطين هو بزريعه الكتان، وكنوزعها على الوجه ديال العجينه كامله كيف ما كتلاحظوا في الفيديو. وبالنسبه الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تشتركوا معنا في القناه وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. وشكرا لكم على المتابعه ديال الفيديو. كيف ما كتشوفوا كنجيبوا الجراره وكنبقاو نقطعوا على هذا الشكل هذا كيف ما موضح لكم في الفيديو، نقطعوا خطوط طويله بحال هكا. وكيبقى لكم الاختيار بالنسبه تقطعوا على اي شكل نتوما بغيتو، ولا اي طابع عندكم في الدار متواجد عندكم تقدروا تقطعوا به. ما كاينش الاشكال، كل واحد ويقطع بالشكل اللي هو بغا. وكنعاودوا نقطعوا على هذا الشكل هذا. وبالنسبه علاش انا كنطلق العجينه فوق
الورق ديال الفران باش كتساعدني ملي كنجي نهزها، كنهزها هكاك بالورق ديالها وكنحطها في اللاطه ديال الفران باش كتجيني ساهله. ومن بعد ما تخافوش منها تقولوا غتبقى ملاصقه، ولا من بعد راه كتولي طيب وكتجي زوينه بزاف كتفرق. بالنسبه للشكل الثاني كما قلت لكم كيتفرقوا ما تيبقاوش مزدين. بالنسبه للشكل الثاني غادا ندير فيه واحد المعلقه صغيره ديال الحاره بودره كيف ما كتشوفوها على هذا الشكل. وكيبقى لكم الاختيار، بغيتو تزيدوا الكميه بغيتو تنقصوا الكميه كيف ما بغيتو. وغادا نمزجها مزيان على هذا الشكل كيف ما شفتوا بحال هكا باش كيدخل لينا داك الحار في العجينه. وكنعاود كذلك حتى هي كنطلقها نفس الشكل ديال العجينات الاخرين، كنطلقها فوق الورق ديال الفران باش كتسهل عليا العمليه وكتجيني ساهله، ما كتعذبنيش بحال هكا. باش نبقى كنهز وحده بوحده هكا احسن، يفضل هكا احسن. كيف ما شفتوا كنطلقوها كيف ما طلقنا العجينات الاخرين على هذا الشكل هكا. كيف ما شفتوا كنستمروا بحال هكا حتى كنطلقوا العجينه ديالنا مزيان مزيان بحال هذا الشكل. وكيف ما شفتوا حنا كنطلقوا حنا كنقادوا الجوانب باش ما كيبقاش لينا داك الكسور. كيف ما شفتوا غادا ندهنها بنفس الخليط، غندهن ليها الوجه ديالها كامل كيف ما موضح لكم في الفيديو. بالنسبه للناس اللي بغاو شي فيديو يقولوها لي في لي كومونتير، انا تنقرا لي كومونتير كاملين وان شاء الله غادا نلبي لكم الطلب ديالكم. كيف ما شفتوا غادا نبدا نقطع بالجراره على هذا الشكل هذا. وكيف ما قلت لكم تقدروا تقطعوا كيف ما بغيتوا الشكل اللي بغيتوا نتوما، كيبقى لكم اختياري بحال هكا. نعاودوا ندوروا تنوليو نقطعوا بحال هذا الشكل هذا. حقيقه كيجي الشكل ديالهم زويون واهم حاجه كيجيو في المذاق غزالين ما تشبعوش منهم، فنين كيجيو زوينين وديال تحمرت الوجه الصراحه. وإلا عجبوكم ما تنساوش ديروا جيم باش ان شاء الله يوصلكم كل جديد ديالي. كيف ما شفتوا كنولي ندير نيت زريعه الكتان والزنجلان، كندير شويه شويه في الوسط على هذا الشكل هذا. كيف ما شفتوا هنايا غادي نزيد ندير فوق منها الفرماج احمر بحال هذا الشكل هكا ما كتلاحظوا. نوزع فوق منها الفرماج صافي. ومن بعد غادا نهزها ونديرها في اللاطه ديال الفران. اما بالنسبه للشكل الثالث غادي نجيبو معلقه صغيره ديال التحميره غنزيدوها على نفس الخليط اللي درناه قبل، وغادي نخلطو مزيان وغنزيدو عليه كذلك واحد شويه ديال الحليب باش كيخفف لينا الخليط. لحقاش ملي كنزيدو ديك المعلقه صغيره ديال التحميره كيبقى لنا الخليط ثقيل، لذلك كنزيدو نخففوه واحد شويه بشويه ديال الحليب، تقريبا واحد 2 معالق كبار ديال الحليب. كيف ما شفتوا من بعد ما خلطت الخليط مزيان كيجينا القوام ديالو على هذا الشكل هذا. هذا هو اللي غندهنوا به الوجه ديال الكره الثالثه كيف ما كتلاحظوا. وكذلك كنطلقها على الكاغيط ديال الفران باش كتعاونني وما كتجينيش صعيبه، رغم انه هذا غنديروه وريضات، ولكن غادي نبقى نقطع في جهه ونحط في جهه وغادي تجيني ساهله، ما عادش نتعذب ولا شي حاجه نقطعها. انه الا درتوها على الخامه ديريكت كتعذبكم شويه، ولا قطعوها من بين 2 بلاستيكات وفي نفس الوقت حطوها في اللاطه ديال الفران كيف ما كتشاهدوا. هنا غادا نجرب
غنجرب هذا الشكل ديال الورده، وغنجرب واحد الشكل ديال الوريقات، لكن غيعجبني الشكل ديال الورده هو اللي غادي نكمل فيه بالطبع بحال هذا الشكل هكا كيف ما كتشوفوا. غنستمر بالتقطاع، تنقطع كلشي. اما بالنسبه للطياب، الطياب ديالهم على نار اللي تكون مهيله بزاف بزاف، ما تكونش نهائيا، ما تجهدوش عليها البوطه، لحقاش الا جهدتو عليها البوطه كيبقاو خضرين من الداخل، وهما كيتحمروا من برا ومن الداخل كيبقاو خضرين وما كتجيش فيهم داك التقرميشه. بالنسبه غندهن نفس الخليط اللي دهنت به العجينه اللي قبل ديال التحميره وشويه ديال الحليب اللي زدناه على نفس الخليط ديال الاول. غنبقى كندهن كل وحيده بوحيده. كيف ما قلت لكم الطياب غيكون على نار اللي تكون مهيله بزاف، وغتبقاو تقبلوهم ويبقاو غير من الفوق، يطيبوا غير من الفوق. هما اصلا انا كنطيبهم غير من الفوق وكيطيبوا وكيتحمروا مزيان، وكيتحمروا من الوجه ومن التحت بجوج، رغم انهم كيطيبوا غير من الفوق، ولكن كيخصهم يطيبوا على الخاطر وتقبلوهم وتشوفوا الا كان الفران كيطيب من واحد الجهه من واحد الجهه، لا تبقاو تقلبوهم باش كيطيبوا على المهل وكيجيو مقرمشين وبنان ما تشبعوش منهم. وهنايا كنزين بشويه ديال البافو، كنحط في الوسط شويه بشويه كيف ما كتلاحظوا على هذا الشكل هذا. وشكرا بزاف على المشاهده ديال الفيديو، والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.